حياكم الله، وخلنا نسمع الشيخ ابو ابراهيم. حقيقة احنا بهذه المناسبة لا يسعنا الا ان نقول نعم للمرجعية، نقول نعم لقواتنا الأمنية، نعم للقائد العام للقوات المسلحة. وحقيقة احنا بهاي المناسبة نرفع هاي البرقية باسم آل قيم وباقي القبائل العريقة المساهمة في هذا الجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم. صدق الله العلي العظيم. باسم عشيرة آل قيم في ناحية المشخار نعاهد المرجعية الحكيمة على أن نكون جنودا أوفياء بالدفاع عن العراق ومقدساته، واضعين أمام أعيننا وحدة العراق أرضا وشعبا، فإننا أصحاب كتاب واحد ودين واحد وقبلة واحدة لا يفرقنا الفكر الغريب. تحية لكل عشائر وقبائل العراق من الشمال إلى الجنوب، والله ولي التوفيق. أعزائي المشاهدين، المشخاب، الدهلة والعنبر والشمس والرجولة والفروسية، قبائل العراق كلها بشكل عام، ومن غرب سلف ناصر نعم كان لبريطانيا ارتداد وانسحاب أمام تلك الوجوه وهؤلاء الرجال. وحي الله القيم وحي الله سيدها. أنا ابن المشخاب وال20 آثاري، أنا ابن المشخاب وال20 آثاري، لندن والغرب كله لسه السولف بمقواري، لندن والغرب كله لسه السولف بمقواري، راضع غيرة العباس وانا الشرف كاري. هاو بدورك قل له سيد، هاو بدورك قل له سيد، حتى اللي يرضع طوعنا وبدورك قل، حتى اللي يرضع طوعنا وبدورك، حتى اللي يرضع طوعنا وبدورك، حتى اللي يرضع طوعنا وبدورك قل سيد، 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 حتى اللي يرضع. أمس حج المرجعية واضح وملموس، اللي يمس حد الوطن والله بقنادرنا عليه هندوس، اللي يمس حد الوطن والله بقنادرنا عليه هندوس، ومن يامر السستاني نعجل الجثث عن الروس، ومن يامر السستاني نعزل الجثث عن الروس. السيد قال، السيد قال نسحق داعش والارهاب، السيد قال، السيد نسحق داعش والارهاب، السيد قال، السيد نسحق داعش والارهاب، السيد قال، السيد داعش والارهاب، السيد قال، السيد نسحق 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 داعش والارهاب، السيد قال، السيد. السيد للجهاد اعلن حقيقة هاي معلومة، وذول ازلام هالصعبات ذول ابطال هالحومة. صقور الحر تناخت ليك وين تروح يا بومه، صقور الحر تناخت ليك وين تروح يا بومها، والغيرة تريد الغيرة، وينك يا المشخاب الغيرة تريد الغيرة، وينك يا المشخاب، 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 وينك يا المشخاب. انا ما اقبل بس شعارات، رايد فعل منكم، او لو داعش يغتصب حره
ما تقبل ضمايركم. أولاد داعش يغتصب حرة ما تقبل ضمايركم. لا عيرتنا الدول باكر هذه بشواربكم. لا عيرتنا الدول باكر هذا بشواربكم. وشلون يطبنا الداعش؟ هلا 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 ها وشلون يطبنا الداعش؟ عندنا الخبره من العشرين شلون يطبنا الداعش. عندنا الخبره من العشرين شلون يطبنا الداعش. عندنا الخبره من العشرين شلون يطبنا الداعش. عندنا الخبره من العشرين خذ الميكروفون. يطبنا الداعش. عندنا الخبره من العشرين شلون يطبنا الداعش. عندنا الخبره من العشرين شلون يطبنا الداعش. عندنا الخبره من العشرين شلون يطبنا الداعش. هؤلاء هم أبناء المشخاب، الفتلة، المراجدة، الزرفات، العبودة، وكل تسميات قبائل العراق يشاركون ويقفون دفاعا عن العراق بالدرجة الأولى واستجابة إلى أمر المرجع. حي الله المراجع. وأسولف مع جنابك الكريم عن موقفكم وعن هاي الاستجابة العفوية التي تنبني على مستوى إيمان عالي، بغض النظر ما مسيسة إطلاقا سوى مرجع أعلى واستجابة من مسلمي العراق بشكل عام. بالأمس القريب سنة 1920 لما أنطت المرجعية النداء إلى الشعب العراقي، نهضوا أهلنا ووادمنا على الإنجليزي الغازي. اليوم داعش اجتنا أيضا من دول أجنبية وإن تكون مدعومة من دول عربية، ولكن مرجعها يرجع للصهاينة. فلذلك اليوم احنا نلبي نداء المرجعية وبأولادنا وبأهلنا وبحلالنا حتى نطلع الداعشيين ونحرر بلدنا من هذا السرطان اللي اجانا. فإن شاء الله العراق منتصر بأهله وبناسه وبعشائره. معجور الفضائيات تكذب ما تخوفنا. أسرنا الطوب بالمقوار ويبناه المضايفنا. أسرنا الطوب بالمقوار ويبناه المضايفنا. انشد بلندن ما نهى بالموت كل الزين تعرفنا. انشد بلندن ما نهى بالموت كل زين تعرفنا. واحنا نردينا العايل واحنا نردينا العايل. يوم الطبل الدار احنا نردينا. 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 يوم الطبل الدار بالمكشوف اسولف عليكم ما اضم اسرار. أم الزاد ما ضقنا العايل من وصل للدار. أم الزاد ما ضقنا العايل من وصل للدار. والله وأمس شهيد وأمس جابوا شهيدنا ضحكنا ونسينا الصار. لأن سر الجنوب اندفن بالأنبار. لأن سر الجنوب اندفن بالانبار. الخوه الباعت يوسف والخوه الباعت يوسف. قامت بينا تبيع الخوه الباعت يوسف. بينا تبيع الخوه الباعت. بينا تبيع الخوه الباعت يوسف. خوه الباعت يوسف. قامت بينا تبيع الخوه الباعت يوسف. قامت بينا تبيع الخوه. نرى تلك الوجوه وهذا الموقف ورجال جاويد من عشائر مجاورة ومحاددة ومتداخلة مع قبيلة الفتلة والقيم وحي الله العبودة. الله يسلمك. وموقفكم تجاه أمر المرجعية الحكم. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان الموت هو قدر الإنسان وأمر محتوم لا بد منه، إذ خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، فلا هرب منه وإنه الحق. وإذا كان نداء المرجعية تطالب منا
أن نكون صفا واحدا، وأن نجاهد الداعشيين، وأن نجاهد الإرهابيين، ويشهد الله أن الإرهابيين والداعشيين ليس وحدهم، وإنما معهم العرب الكثر. فنحن سيوف مشرعة بيد السيد علي السيستاني، ونحن خدم للسيد علي السيستاني. ولا يفوتني أن أذكر قول الشاعر: سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديقة وإما ممات يغيظ العدا. الزرفات قبيلة من قبائل العراق، ولهم موقف ولهم مشاركة. حياك الله. نحن إن شاء الله نقف مع المرجعية ونقف مع الحكومة، ونحن إن شاء الله جنود أوفياء بسلاحنا بماننا، وإن شاء الله حاضرين بأي ساعة، وسجلنا اسمانا ومستعدين إحنا وأولادنا وعشائرنا إن شاء الله بكافة الاستعداد. أسولف لك حقيقة وعندي بيها حساب، ترى بعد حايف لا يطبنا ولا يطبنا إرهاب، ومن يامر السيد نعيد امجاد براه هذاك الثار بالمشخاب. ومن يامر السيد نعيد امجاد براهي هذاك الثار بالمشخاب. الطارش قل للداعش، هاي الطارش قل للداعش، ذول اهل العشرين الطارش قل، ذول اهل العشرين الطارش، ذول اهل العشرين الطارش قل، ذول اهل العشرين، ذول اهل العشرين الطارش قل للداعش. الإدارة في النجف الأشرف ابتداء من المحافظ ونواب المحافظ ومديري الوحدات الإدارية لهم دور واضح بتعبئة وتهيئة ناسنا وأهلنا من عشائر العراق، وها هم يصلون إلى أبعد وحدة إدارية في المحافظة لدعم الناس ومشاركتهم، موقفهم وتلبيتهم لنداء المرجع. حي الله أستاذ الله، وحي الله محافظة النجف، ولنسمع من جنابك الكريم. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الصوت اللي انطلق من النجف الحوزة، النجف المرجعية، انطلق ليقول إن ثورة العشرين لم تتوقف في عام 1920، إن ثورة العشرين مستمرة. ومع هذه الفتوى التي صدرت وهذا التوجيه من المرجع الأعلى سماحة السيد السيستاني، إلا انطلاقة جديدة وإحياء للوعي، إحياء لروح الثورة من جديد في هذه المحافظة، محافظة النجف الأشرف، مدينة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. كانت تلبية واسعة من كل جماهير العراق جميعا، والنجف اللي هي موطن الثورة، موطن الشرارة في عام 1914 وفي عام 1920، وها هي تستكمل المسيرة هذا اليوم إن شاء الله. ولبت كل الجموع وبالأخص عشائرنا العربية الأصيلة لتعيد الأمجاد من جديد، تقاوم هؤلاء الشرذمة شذاذ الآفاق الذين اجتمعوا من كل أصقاع الدنيا يحاولون أن يبنوا لهم مجدا في العراق، ولكن هيهات، طالما هناك سواعد وطالما هناك أناس تفكر بهذا الخط المرجعي الأصيل، تفكر بوطنها وبحب الوطن، وإن شاء الله سينتهي أثرهم وستكون مقبرة لهم أرض العراق إن شاء الله. نقدم شكرنا للأستاذ عباس نائب محافظ النجف الأشرف، وعرق الميدان وعرق التعبئة هو دليل على أنه ما نبخل جهد في الميدان، ميدان المعركة والمواجهة. وحي الله جواد ونسمع. افتح الحجاب، نفزع فزع الميدان نراويها المنايا الويل، نفزع فزع الميدان نراويها المنايا الويل. احنا ولد حامد جار وذاك ابرها وياك الفيل، احنا ولد حامد جار وذاك ابرها وذاك الفيل. هاو شلون تخون العشره وانت فينا تلوذ، 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 شلون تخون العشره وانت فينا تلوذ شلون. مثقفين ورجال دين ووجهاء وطبقة المجتمع الراقي، حينما نقول الراقي أبناء العشائر الآن يتسلحون بقيم العرب وآداب الإسلام، فهذا هو الرقي بعينه. حي الله حج عقيل، ورأيك بفتوى المرجعية الحكيمة والاستجابة لأبناء عشائر العراق. حقيقة
لا بد من الإشارة الواضحة إلى أن هناك كلمة تقال قبل هذا الموقف وقبل هذا الحدث على أن الجيش العراقي يفتقد إلى العقيدة. اليوم أن الجيش العراقي قد قومته فتوى المرجعية المتمثلة بسماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، عندما تتكاتف هذه الجهود وهذه الناس بمختلف مشاربها بمختلف عشائرها بمختلف أعمارها متوجهة إلى ساحات القتال ساحات الوغى، فإن ذلك يدل دلالة كبيرة على أن الجيش العراقي جيش العقيدة الحقيقية. نحن لا نحتاج إلا للوقت، ولكن ماذا نقول للخيانة وماذا نقول للمؤامرات؟ الواقع ليس العيب في الجيش العراقي وليس العيب في الإنسان العراقي والمواطن العراقي، ولكن المؤامرات المحاكة ضد العراقيين من كل الجهات المحيطة بنا، لا أقول كل الجهات ولكن أغلبها، هي التي أدت إلى أنه تنتزع منا بعض المحافظات، ولكن إن شاء الله سوف ترجع وسوف تكون لنا اليد الطولى وسوف يكون العراق إن شاء الله مقبرة لجرذان داعش. تظل بغداد ترجع إلى العواصم دوم، هاي القلعة منصورة وما همنا الحديد الطاح، أرواح العراقيين للبنيان مقصورة، لا قاعدة ولا إرهاب شعبنا صفى بهالصورة، لا قاعدة ولا إرهاب شعبنا صفى بهالصورة. ها والسيد قال السيد ايش قال؟ لازم تطوعون السيد قال السيد 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 لازم تطوعون السيد قال السيد. أن المايك لا يكفي هاي الوجوه الكريمة، والوقت هو إن شاء الله مستمر بهذا الموقف، ولكن استحقاق عالي لمثقفين وإداري المشخاب، وحياك الله وحيا الله الزرفات، ولنتحدث مع جنابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعد لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صدق الله العلي العظيم. استجابة لنداء المرجعية العليا الرشيدة بالدفاع عن مقدسات الوطن وتوجيهات المستمرة من قبل دولة رئيس الوزراء، قمنا باستنفار عام ومكثف من قبل بلدية قضاء المشخاب، ونحن نعلن كافة جهدنا الآلي والبشري بخدمة المجاهدين وخدمة كل من همه الوطن الغالي. إن شاء الله بلدنا بخير بهمة هذه العشائر. من هنا ومن مضيف النجف الأشرف المشخاب مشخاب الأصالة والعطاء نقف نآزر إخواننا بالعشائر الأصيلة. إن شاء الله كلنا جنود أوفياء لخدمة وطننا العزيز. أحاول اليوم الملعب واحد وأهل الحي هم موجودين. اليوم الملعب دين اليوم الملعب واحد دين اليوم الملعب واحد يوم الملعب واحد وأهل الحي هم موجودين. وأهل الحي هم موجودين. اليوم الملعب واحد وأهل الحي هم موجودين. بالدم كان يوقع لك، بالدم كان يوقع لك، بالدم كان يوقع لك. ذولا جنود متطوعين وذولا زلام هالصعبات ذولا البلوغ مبينين. الخطر داهم وطننا يا عراقيين، الخطر داهم وطننا يا عراقيين. انت اللي خطيت الملعب وجع هاو انت اللي خطيت الملعب. هاي الخطة وهاي الخيل 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 انت اللي خطيت